قديسنا النهاردة شفاعته عظيمة جدا واستجابته سريعة جدا جدا، واتقال عنه انه ظهر له ملاك الرب وقال له ان كل اللي هيمر بضيقة ما يقدرش ان هو يحتملها يصرخ ويقول يا إله القديس باجوش انقذني وسوف يستجاب له سريعا. تعالوا نعرف سيرة حياة القديس العظيم ده. اتولد قديسنا قديس باجوش في بلد اسمها بلاد المال البحري في مصر، وكانت والدته من المسيحيات القديسات، وكانوا من أسرة ثرية جدا. وكان من كتر حب القديس باجوش للفقراء كان بيسيبهم يعيشوا في أرضه ويتنقلوا فيها بحرية، وكان بيصرف لهم مرتبات يعيشوا منها طول السنة. وكان لما يطلع ثمر الفاكهة كان يوزعه عليهم، وكان بيقسم إنتاج المواشي على كل الفقراء. وفي يوم من الأيام جاله الملاك الجليل ميخائيل عشان يعرفه هو المفروض يعمل ايه قدام الوالي. وفي وقتها على طول قام قديسنا العظيم وزع كل ثروته على الفقراء والمعوزين، وراح قدام والي الإقليم وقال قدام الناس كلها أنا مسيحي. وكان إريانوس الوالي موجود وقتها، وكان قاعد جنب الحاكم، وطلب ان هم يربطوا ايد القديس، وقعدوا يخوفوه ويأمروه ان هو يرفع البخور للآلهة الوثنية. لكن قديسنا العظيم اتمسك بإيمانه، فراح أمر الوالي ان هو يتسجن تمهيدا لمحاكمته. وجات له والدته وقالت له انت ازاي تخرج لوحدك يا ابني وتسيبني كده من غير ما تقولي انت رايح فين، من غير ما تعرفني ان انت رايح للوالي عشان تعترف بالسيد المسيح؟ انا كمان عايزه اعترف بإلهي يسوع المسيح عشان انال اكليل الشهاده زيك. وفعلا راحت للوالي واعترفت قدام الناس كلها ان هي مسيحيه، وفي وقتها نالت اكليل الشهاده. وبعدها احتمل القديس باجوش عذابات كتيره جدا وعظيمه. من ضمن العذابات دي ان هم حطوه على حمار من الخشب مليان بالمسامير، وربطوه بقضبان من الحديد عشان ما يتحركش. كمان امر اريانوس ان هم يرموا القديس باجوش في حجر طاحونه ويعصروه، فوقتها ظهر له الملاك ميخائيل وانقذه. وناس كتيرة امنت من الشعب في الوقت ده لما شافوا المعجزة دي ونالوا اكليل الشهادة. وامر اريانوس بموت القديس باجوش، فركع القديس وصلى الى الله عشان يقويه. فظهر له ملاك الرب واكد له ان اي شخص يتعرض لاي ضيقة يعجز عن احتمالها يصرخ لربنا ويقول له يا إله القديس باجوش أعني وانقذني، ووقتها ربنا يستجاب له سريعا جدا. واستشهد قديسنا يوم 26 طوبة في مدينة طمة. ومن آثار أرض باجوش موجودة أرض لغاية دلوقتي في الساحل الشمالي باسمه، وتخصصت زي معسكر للجامعة. كمان ناس كتيرة جدا من أهالي طمة اللي عايشين في اسكندرية في أحد الأحياء اللي لغاية دلوقتي لسه مسميينه حي باكوس. لما تمر بضيقة اصرخ له واطلبه من قلبك، قل له يا إله القديس الأنبا باجوش أعني وانقذني، وربنا هيستجيب لك سريعا جدا. بركة صلوات وشفاعة القديس باجوش تكون معنا أمين، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين. في معجزة جميلة جدا حابة أحكي لكم عليها عملها القديس باجوش مع ست مريضة. تعالوا نعرف المعجزة مع بعض. واحدة ست بتحكي وبتقول أنا جالي مرض صعب جدا وكان شديد في وجعه، وفي الأول ما كنتش عارفة هو إيه أصلا ولا إيه المرض ده، لكن بعد ما عملت أشعة وتحاليل كتير جدا لقيت إن أنا عندي أورام سرطانية في الثدي. كنت بتألم جدا من كتر الوجع. وبعد فترة من العلاج والتحليل المستمرة جولي شوية ناس من جيراني وكانت معاهم صورة للشهيد الأنبا باجوش، ما كنتش أعرف أي حاجة عنه ولا عن سيرته. والصور دي هم أخدوها من أبونا باجوش زاخر، كان كنيسة السيدة العذراء والأنبا باجوش بسلمون، في مرة من المرات اللي هم راحوا يزوروه فيها. ورحت قريت سيرة الشهيد المكتوبة على ظهر الصورة واتشفعت بالشهيد باجوش واتكلمت معاه وصليت له، وحطيت الصورة بتاعته على مكان الألم بالليل ونمت. وأول ما صحيت الصبح ما حسيتش بأي ألم ولا أي حاجة من اللي كنت بحسها الفترة اللي فاتت. وفي وقتها رحت للدكتور، بعد ما عملت أشعة وتحاليل جديدة ما ظهرش أي حاجة ولا أي أثر للأورام نهائيا.
بركة وشفاعة الشهيد بجوش تشفي المرضى وتفرح قلوب الجميع آمين. انقذنا وارحمنا واشفي المرضى وعز الحزانة وحافظ على أولادنا وبناتنا ومعونة للمعوزين وفرح قلب الجميع باسم الرب المجد آمين. لو خدت بركة اعمل شير للناس خليهم يتباركوا بقصته وتابع صفحتي.